السلام عليكم، واهلا بكل متابعين ومشاهدين قناه عبقرينو. جايب لك بقى فيديو ركز فيه الاستاذ عمرو اديب وهو بيعلق على الاحداث اللي حصلت بعد مباراه الاهلي والمصري، من الحكم ومن لعيبه الاهلي ومن السيد عبد الحفيظ. وهسمعك بقى الراي والعرق الزملكاوي اللي ما بنسمعوش كتير من عمرو اديب. بس قبل ما نسمع ونرد عليه، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو وتحطوا لايك جميل. تعالى بقى نسمع ونرجع نرد. اما تقول لي يعني ايه متعمد؟ طب ما الراجل كان قعد اداله الانذار في الماتش، ليه بعد الماتش؟ يعني لو هو عنده النية كان اداله الانذار في الماتش 50 ثانية، والاهلي ضامن ان ال 50 ثانية دول لو كانوا اتلعبوا كان هيكسب. في حاجة كده في الدنيا؟ اولا يا استاذ عمرو، محمود متولي ما عملش فاول واحد في المباراة ياخد عليه انذار، او ما جاتش فرصة للحكم يديله انذار في المباراة، فما جاتلوش فرصة. الراجل ما جاتلوش فرصة يديله انذار. ثانيا، حمدي فتحي واقف بيتكلم معاه بقاله اكتر من 3 دقايق. ساعة ما جه متولي راح مدي انذار لمتولي. طب ما كان من باب اولى يدي للي واقف يتكلم معاه من بدري، اللي هو مين؟ حمدي فتحي. اشمعنى محمود متولي؟ فانت اكيد شفت اللي حصل زيك زينا يعني، ولا انت شفتها من لما واحنا شفناها من لما تانية، ولا انت شفتها حاجة واحنا شفناها حاجة؟ فقول لنا انت بقى شايفها ازاي. دي حاجة. تاني حاجة، انت بتقول لي 50 ثانية والاهلي ممكن عنده اعتقاد انه يكسب في 50 ثانية، لما انت عارف يا استاذ عمرو ان احنا بنكسب في اقل من كده بكتير. احنا في لحظة نجيب جول واتنين كمان، وانت اكتر واحد طلعت واتكلمت في الموضوع ده. فانت عارف الاهلي نتكلم في اقل من 50 ثانية، في 3 ثواني كمان نتكلم حقنا، وممكن نكسب في حقنا يعني في اقل من كده ونكسب. فبلاش كده بقى يا استاذ عمرو، خليك زي ما كنت بتتكلم وخليك عادل. بلاش تقلب وتجيب لنا العرق الزملكاوي، هنرد عليك مش هنسكت. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم. سلام.